السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم حبايبي. فيديو جديد النهارده هنحل مع بعض صفحة 224 225 من كتاب كونكت جيم الأضواء إنجليزي الصف السادس. يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. نمبر 1 هنا هتقول له بيرلي، رقم 2 هتقول له هيربس اللي هي الأعشاب، رقم 3 هتقول له فيستيفالز الاحتفالات والمهرجانات، رقم 3 هتقول له فلوتس، 4 اللي هي فلوتس اللي هي الفيضان، رقم 5 هتقول له داكس اللي هو البط، رقم 6 هتقول له سبايسز اللي هي التوابل. نيجي في الترقيم في القطعة هتقول له أول حاجة كلمة ancient. ها people most people in ancient، معظم الناس في مصر القديمة ancient Egypt. طيب هنا هتقول له رقم 2 festival، رقم 3 هتقول له جيس اللي هو الوز، رقم 4 هتقول له تشيز اللي هي الجبنة. نيجي يلا يبطل في الترقيم هتقول له how much oil does she need. هنا هتقول له how many brother you do you have. طيب انت عندك كم اخ؟ هتقول له there is some لمنادى in the bottle. هنا هتقول له ancient Egyptian no perceive ازاي بيعرفوا ان هم يحفظوا food فود. خلاص كده احنا حلنا صفحة 224. ننتقل ل 225. هنا هتقول له a little، اول حاجة هتقول له a little، رقم 2 هتقول له much، رقم 3 هتقول له some، رقم 4 هتقول له how many، رقم 5 هتقول له the sheep need some milk، الشيب بيحتاج بعض الطباخ بيحتاج بعض اللبن عشان يعمل كيكة، هتقول له هنا any، رقم 7 هتقول له much، رقم 8 هتقول له a few، رقم 9 هتقول له a lot، رقم 10 هتقول له some. خلاص يا شباب، نيجي بقى في البانكتويشن في الترقيم. هنا اول كلمه هاو، طبعا اداه استفهام فاحنا هنحط الاتش هنا كابيتال، وبعد كده هنحط كويتشن مارك، وهنا هتحط التي كابيتال وتحط ابوستروف هنا وتحط نقطه. خلاص يلا يا بطل. بيقول لك هنا اكتب عن ancient Egyptian المصريين القدماء كانوا بياكلوا جيدا. هتقول له ancient Egyptian المصريين القدماء take care كانوا بيهتموا بنفسهم of their bodies وبأجسامهم and ate very well وكانوا بياكلوا جيدا وكانوا كويسين جدا. they ate very well هما كانوا بياكلوا جيدا. they ate meat هما كانوا بياكلوا اللحمة. at festival في الاحتفالات. they also a lot fish ate fish بياكلوا كمان السمك. and birds والطيور likes ducks مثل البط والجيز اللي هو الوز and chickens والدجاج. there are a lot bees كان هناك العديد من in ancient Egypt في مصر القديمة. they also ate honey النحل كان هناك العديد من النحل طبعا في مصر القديمة، وكان بينتج طبعا العسل and drink milk وكانوا بيشربوا الحليب. واضح على صفحة 224 225 من كتاب كونكت جيم الأضواء إنجليزي الصف السادس. يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق، مع السلامة.